السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كل سنة وانتم طيبين. بتهل الشتاء وبيهل علينا الخير كله، يهل علينا المطر ويهل علينا زراعة الخضار ويهل علينا كل حاجة حلوة. تمام. كل عام وانتم بخير. طيب يا محمد يا سيد، كنت قلت لنا في فيديو من الفيديوهات اللي انت بتعملها ان انت هتقول لنا انواع الخضار اللي ممكن نزرعها في الايه في الشتاء. عندك في البتنجان، انا زارع بتنجان هناك اهو، زرع بتنجان هناك اهو، زرع لي 3 خطوط على قد البيت بالظبط. تمام. وخط 2 3 دول ارنبيط. تعالوا هنا كده عليا. خط 2 3 4. انا احب المحشي شويه، دول مزروعين كرومب. انا احب المحشي دوت بينزل في قلبي على طول، مش في معدتي. تمام. تعالوا يا رجاله. طبعا زي ما انتم شايفين كده كنت بزرع ايام الرز، كنت بزرع شويه كركديه. اللهم صل على النبي على الكركديه، محصول عامل ازاي؟ حاجه محترمه. زرع هنا فجل وجرجير، هنا زرع هنا كده فجل وجرجير، وزرع هناك خاص اللي شوف ويدي، وزرع بكتير خالص 10 عيدان فلفل. طب ليه يا محمد انا مش مكتب في الفلفل؟ عشان الفلفل بيجي في السجعه بيكرتع وبالجرن صغير كده، عز راش بقى ومبيدات وقصه كبيره. طيب تمام، خلصنا كده. يبقى في الشتوي ارنبيط، بتنجان، كرنب، خس، فجل، جرجير، في شبت، في بقدونس، في كزبره، في فاصوليا خضراء، في فاصوليا ناشفه، في زراعه بطاطس، في زراعه توم، في زراعه بصل. يعني دي بعض الخضروات اللي بتنفع تنزرع فين؟ في الشتاء. طيب انت بتزرع كل سنه ايه لنفسك؟ ايه؟ جراتين ارضهم او جرات ونص. المساحه اللي انتوا شايفينها دي كده عند الارض العاليه اللي هناك دي مساحه جرات ونص اهيت، ولا جرات ونص، جراتين. دول كل سنه بزرعهم خضار، بزرع توم وبطاطس وبصل وفلفل وبتنجان وكرنب وارنبيط وشبت وبقدونس وكزبره وفجل وجرجير. بزرع علشان احقق اكتفاء ذاتي لنفسي. طيب يا محمد، بقى منك حاجه فيها الهديه، بقى حاجه فيها الهديه، ولازم يطلع من الزرعه ايه؟ لله. كانت ديت معظم او بعض الحاجات اللي بنزرعها فين؟ بنزرعها في الشتاء. طبعا في برسيم هناك اهو، بس طبعا دي مش ليلنا، ده طبعا للخرفان، يلا الخرفان ودوت البهائم والحديد. طبعا برضو في الشتاء من ضمن الزراعات اللي موجوده زراعه اللفت، وزراعه البنجر، وزراعه الغله. دي كلها زراعات شتويه. يا رب النهارده اكون قدرت اعمل لكم حلقه اوريك فيها انا زرع ايه، علشان اشجعك وعشان احمسك ان انت تزرع نفس الزرع اللي يكفي بيتك واللي تهدي بيه حبايبك. يلا يا جماعه، ربنا يخضر لنا ويخضر لكم. كل سنه وانتم طيبين وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم.